اول حاجه حنا ما كنرفضوش الاصلاح. نشوفوا لكم شي حل، ولكن لحد الساعه ما كاين حتى شي حل، لحد الساعه ما درت معنا والو. اللي خدينا عند السيد القائد، وحنا الان راه جمعيه قانونيه ومعنا ناس منخرطين باش نحيدوا اللبس على بعض الكلام اللي كيروج الان في الشارع العام. تيقولوا على انه حنا معنا الجمعيه. هذا الوصف النهائي، ايداع النهائي اللي خدينا عند السيد القائد، وحنا الان راه جمعيه قانونيه ومعنا ناس منخرطين في الجمعيه، وكنتحدثوا في اطار القانون وكناضلوا في اطار القانون. حنا كنقوموا الان اي حاجه درناها، اي تحرك درناه في اطار القانون. سي سفيان، علاش نتوما كترفضوا الاصلاح؟ ممكن توضح للساكنه والمهتمين بالشان المحلي؟ هذا سؤال في محله، عجبني هذا السؤال ديالك السي عبد العالي باش نجاوب عليه. اول حاجه حنا ما كنرفضوش الاصلاح، وهذه هي الصوره اللي كيحاولوا ما امكن انه يسوقوها لينا الناس اللي كيحاولوا انهم يدخلوا بعض الاشياء اللي ما واضحاش في هذا المشروع هذا. حنا مع الاصلاح وما كرهناش من غدا حنا نصلحوا المحالات فين كاينين، ولكن قلنا لهم قبل ما تبداو الاصلاح بغيناكم تحطوا بعض الشروط معنا قبل ما تبداو. يعني ما تجيش انت في اسبوع تقول لي ريب خرج خلص والله يعاون. عطيونا شويه ديال الوقت يتشاوروا مع الناس، يشوفوا الناس بعدا اللي ما بحالهمش، اللي ما قادرينش يخلصوا، الناس اللي عندهم التسيير، اللي هذه هي الملف الرئيسي علاش كنجريو. الناس اللي عندهم التسيير قدام، كاين اللي عنده 20 سنه هو كيسير شي محل. الان جات الفرصه لصاحب المحل، لبعض الاشخاص ماشي كلشي، اللي عندهم سوء نيه انهم غادي يخرجوهم، وهذا الشيء راه حصل دابا. المحلات دابا اللي خواو دابا واللي جاهزين باش يتريبوا باش يتصلحوا، راه فيهم بعض الاشخاص اللي مشاو في حالهم نهائيا. هذا خير مثال، ويمكن السلطات باش تتاكد من المعلومات اللي غنقولوا لهم. الملف الثاني والموضوع الثاني اللي كنناضلوا عليه هو انه هذه القيمه الماديه باش غادي تبنى هذا الشيء، على اي اساس تبنات. وبغينا المقاول اللي خدا هذا المشروع هذا يدير دفتر التحملات، يدير كيتشارج بحال اي شركه ولا كيتشارج، ويدير لنا الوقت فاش غادي تبنى هذا الشيء. ماشي حنا غنخرجوا ونخليوه يخلي لي هذا الشيء 8 شهور وهو واقف وانا معول على هذا المحل وعلى هذا الرزق. يعني درتي معايا 25 يوم تلتزم بها ودير لنا شنو بغيتي دير. واش غتضرب المرطوب، واش غدوز الضوء، واش غتحيد الماكن، دير معنا كيتشارج وضبط الامور ديالك. وايضا كنتسائلوا كيفاش دازت هذه الصفقه، يعني واش جاو شركات اخرين باش يشدوهم ولا لا. وفيما يخص هذا المبلغ هذا اللي دار، ما كرهناش انه يدخل المجلس الاقليمي ولا يدخلوا شي جهات اخرى في اطار القانون باش يضخوا واحد المبلغ مادي باش يجي باش ترخف شويه على الناس. كما قالوا 8000 درهم، ما كانش يردوا 4000 ولا 3000 درهم ويرخفوا على الناس، لان كاين اللي ما عندوش باش يبني. يكون واضحين. وهذوك الناس اللي معنا في العريضه اللي وقعنا، كاين واحد العريضه الان وقعناها فيها العشرات ديال الناس المتضررين الحرفيين. ممكن نعرفوا شحال ديال المتضررين؟ المتضررين هم عشرات من الاشخاص، هم عشرات ديال الاشخاص وقعوا معنا. وكيخصكم تنتبهوا، راه العدد راه ما غاديش يكون مؤكد 100. انا نقول لكم علاش، لان كاينين اشخاص جاوا تشكاو عندنا وكيتبكاو. يعني كاين اللي شفنا حنا كيبكي وما قادش يوقع لان خاف من صاحب المحل انه يجري عليه. يعني العدد اللي رافض انه هذا الشيء وخايف من هذا الشيء وباغي انه يطبقوا هذه الشروط راه هو اكبر بكثير من العدد اللي عندنا في العريضه اللي عندنا. وحنا العريضه اللي حد الساعه راه باقا كتزاد، اليوم راه تزادوا معنا اشخاص اخرين. والمطلب ديالنا راه واضح وسهل، ديروا معنا جلسوا معنا لهذا الشيء ومرحبا. وفي واش درتوا شي اجراءات قانونيه سي سفيان؟ طبعا حنا اتخذنا بعض الاجراءات، منهم انه مجرد ما سمعنا بهذا الخبر اللي اصلا ما كانش خبر، ما عندنا فيه اخبار، توجهنا عند الناس، خدينا العريضه وتوجهنا عند السيده الرئيسه ديال المجلس البلدي، هي الاولى. وبعدها السيده الرئيسه ديال المجلس البلدي راه حاولنا معها اكثر من مره وبصعوبه بشق انفس باش وصلنا لذاك الاجتماع اللي درنا معها. والسيده الرئيسه قالت لنا بان هو راه الاصلاح غيدوز وخصكم تحاولوا تفاهموا. ولكن هي نبهتنا لديك المساله، ديك النقطه ديال الناس اللي عندهم تسيير وكذا، قالت لنا فعلا هذا موضوع مشكل كبير وغادي نشوفوا لكم شي حل. ولكن لحد الساعه ما كاين حتى شي حل، لحد الساعه ما درت معنا والو. توجهنا للسيد الباشا حتى هو وجلسنا معاه في اجتماع وقلنا ليه المشاكل ديالنا، وحتى هو قال لنا راه الاصلاح راه خصو يكون ان شاء الله، والاصلاح راه مزيان، وحتى هو تفهم الموضوع. وهو حتى هو راه يعني دخل معنا في ديك الفكره ديال انه دار اتفاق يعني مكتوب ما بين الجهات كاملين، ما بين المجلس البلدي ولا الجمعيات ولا السلطه، بانه باش نحميو المصالح ديال الناس اللي كاينين دابا. اللي في شي محل يرجع ليه، واللي عندي شي مشكل مع شي مول المحل تيفوت هادشي ديال الاصلاح مالك ليه، حقك هذاك سير مع المحكمه ولكن حنا ضد استغلال هذا الموضوع ديال البناء والاصلاح من اجل اغراض اخرى اللي هي سلبيه ومضره للحرفي البسيط.
وحنا اليوم ان شاء الله راه اجتمعنا كجمعيه وقررنا انه نخرجوا ببيان استنكاري على هذا الشيء اللي وقع، وحنا جد قلقين وخايفين من العواقب اللي ممكن يخرجوا من هذا المشروع اللي كاين حاليا. وان شاء الله حنا في اقرب وقت، حنا ما كرهناش الحل غيدار من غدا، ما كرهناش نديرو، غير يجلسوا معنا ويتفاهموا مع الناس ويتشاوروا معاهم ويوعيوهم ويعطيو واحد الفرصه فين يفهموا الموضوع ويعرفوا واش واقع وكذا، ويكون خير ان شاء الله. حنا راه ماشي ضد الاصلاح، حنا مع الاصلاح السي عبد العالي ونتمنوا خير ان شاء الله. المطالب ديالكم السي سفيان؟ المطالب ديالنا هي جد بسيطه جدا، هي انهم يجلسوا يتشاوروا معنا، يجلسوا معنا ويحلوا لنا هذا المشكل ديال الناس اللي عندهم تسيير. مثلا يدار واحد الاتفاق بانه حمايه المصالح ديال هاد الحرفيين اللي كاينين هنا، والناس من اصحاب المحلات اللي كاينين معنا حتى هما في العريضه راه حتى هما كيطالبوا ويقولوا لكم على انهم ما قادينش ماديا ومعنويا، ما قادينش على هذا المشروع. عطيهم شويه الوقت ولا شوفوا لهم شي حلول ماديه باش يقدروا انهم يدخلوا معكم ان شاء الله في هذا الاصلاح. علاش لا؟